لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1139 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بس رزامن دي رب العالمين وهي دار بأوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله خوش وسنا وكلواني رابرش كميك لخزمة آيات بيروز دابين رب العالمين بأداة تنبيه بألا دس بيدك آقادار بن بيقمان أو إلى أسمان كانوا زوي هموي ملشي خواه سبحانه وتعالى آقادار بن بيقمان وعدي الله تعالى حقه بلام زور بي زوريان أو حقة نازانا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض وكل تفسير قاسم دل إعلام بأن له الملك كله. آقادار أبام إعلان كردنا آقادار كردنوية بوكوا همو ملك هرئي الله تعالى. لا تفسير محرر دل إن لله وحده جميع ما في السماوات والأرض أو إلى أسمان كانوا زوي هموي الله تعالى فلا مانع يمنعه من إنفاذ حكمه. حيز بربستيك نية كالله تعالى لنا ملشي خوي حكمي خوي زيبكا. لتفسير سعيد دلاء كاتك وملشي أسمان كانوا زوي هموي الله تعالى يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري. يتر الله تعالى لدنيا دا حكم لسر بندكاين دكا كلنا ملشي أون كأوانج ملشي أون حكميان لسر دكا بحكم ديني أو حكمي كالرجاء بيغمبرانه عليه الصلاة والسلام لبان دنيري وبحكم قدريشي كوال لسر مسلمان وكافر زي بزيد بي وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي لقيامتش حكم جزائيش يعني لسر زي بزيد كا لسر مسلمان وكافر كان لولا دوات دفرمي ألا إن وعد الله حق أقادار بن وعدي الله تعالى حقا زاو كل قاسم دار وأنه المثيب المعاقب. يتر هر الله سبحانه وتعالى فاداج داته ولا قيامة وسزاج ددا وما وعده من الثواب والعقاب فهو حق أو وعدي كدايتي وكوا قيامة دادي وحسابتنا لقلدك فاداج تسزاد درين حق هيجو ما انتداني هندج لمفسرين دلين قيل المراد به عذابه للمشركين. ألا إن وعد الله حق بتايبتيش سزاداني مشركة كان لرما بستا حق هيجو ما انتداني. يتر أو رأي ابن جرير ابن عاشورة هندي شيج لمفسرين دلين ما بس ألا إن وعد الله حق بقشتي زنديبونوا وهروها روج قيامته وكو ابن كثير دلين ولكن أكثرهم لا يعلمون. تفسير سعيد دلاء ملام زور بي زوري أو حقة نازانا كنايزانا فلذلك لا يستعدون للقاء الله. كنايزانا أو حقتك وعدي خواهي قول حقه ملام إيتر كنايزانا خوشيان آمادنا كان لبو أو لقاء لو رجل لك لبردس خواهي قول رادا جيري بل ربما لم يؤمنوا به نكر نايزانا بركو إيمانيان بينيا وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية. لك هاتكدا بلغل سر زنديبون وحساب للان الله تعالى ولو بندكاني تندين بلغي عقلي ونقلي بلغي نقلي ويكولا قرآن لسر زمان بيغمبران عليه الصلاة والسلام بما راقين درا أوهم التأكيدات وهلوها بلغي عقليش لسر قيامت ده أوهم وردكاري لو بونوري كخواي قورا أو بونوري دروس كرديا
عقل قبولی دەکا بەبێ لێ پێچینەوە بی بەبێ ئەوەی کەوا ژیانش کە هەبی تەواوکەری ئەو ژیانەبی عقل قبولی ناکە. ابن عاشور دەڵێ فيه تقييد نفي العلم بالأكثر ولكن أكثرهم زوربيان نافرمي همون زوربيان علميان بينيا إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحده مكابرة كوات زوربي زوري كافنا هر نايزانن أو حقتي لبرو جويل رانا أقرن هشيانا كوات زوربيان أو هان نازان لبرو جويل رانا أقرن بلام هشيانا دزاني بلام إنكاري دكالا روانجي تكبرو واحدي دلي ويحتمل أن يكون ذكر الأكثر والمراد به الجميع لو أنا شكل ولكن أكثرهم ما بس تيدا همو ينبن لأن عظم الشيء يقوم مقام جميعه فيذكر الأكثر فالذكر الأكثر كذكر الجميع كواتا كواس زوري نيشتك دكريما بس همويتي كواتا لواني بو ماناش بواتا همويان بلام دیارە ئەوەی کردن ئەو عیبارەتەکە دقیقە کە زۆرینە نازان وەکو ئیبن عاشور وتی زۆرینەی هەنازان لەبەرەوەی ئامادەنە گوێ لێ ڕابن ئەوەی کە دەشزانی لە کافران هەر لە ڕوانگەی تەکەببڕەوە ئینکاری دەکا. ئینجا لە دوای ئەوە دەفەرمی هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هەر ئەو زاتێ دەژێنی و دەمرێنی ولا بولاي أويج دقريندرينوا لبو بازداشتو لبو سزا هو يحيي ويميت وهو القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيره لقاسمي دلي هر أو ذاته أو تواناي هيك بجيني وبمريني غير الله تعالى هيتس كسيك أو تواناي نية لتفسير سعد دلي أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدبير لا شريك له في ذلك هل أوزاته سبحانه وتعالى تصرف دكا بجياندن وبمراندن وهلها بأنواع تدبير لبو أو كونا هيت شريكها وليتشين لو حالته وإليه ترجعون دي سنة تفسير سعد وإليه ترجعون يوم القيامة دقرين ولاي أولى روج قيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها إتا دقرين ولاي أو إترخواي قول سبحانه وتعالى سزاو باداش تان داتو لسر كارو كردو تاكو خرابة كانتان لك الشاب دلي ليعلم أن الأمر كذلك إترخواي قول أو حقتان دو باد دكاتو تاوكو بزاندري أو حقتانا لا فيخاف ويرجى لبو هنديكوا رزاد برحمتي بي بترسي لسزاكي لدواء رب العالمين دفرمي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي خلشينا للان پروردگار تانوا آموشگاری تان لوهاتيا وعظ تان لوهاتي لان پروردگار تانوا وشفاء لما في الصدور شفاية لبو همو أو درداني كوا بسر أو ضلي دادي كرنا وسينجا كان وهدى ورحمة للمؤمنين وهداية رينمونية رحمة لبو إيمان داران مناسبة وآتا لقال أوي بيشوتر دفرمي أبي حيان ضلي كاتك الله تعالى لأت كان بيشوتر بلغكاني باسكر لسر پروردگاريتي ولسر پرستراويتي ولسر قدرت و دصلاتي خوي وهروها بلغكاني باسكر لسر راست و دروستي پیغمبراتي وهروها ريقاي بون بپیغمبر كبريتي لقرآن پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو قرآنك خواي قورا لوي ناردية بويتا پیغمبرو بلغي هنا ولسر پیغمبراتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بويكوا أو قرآن معجزة بلغي لوي لسر ويكوا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الآن الله تعالى وبي بخشرا إتل والمتصف بهذه الأوصاف الشريفة هو القرآن إتديت وصف أو قرآن ما له ذكاة لو آتوا لآتي دواتري وصف قرآن بيروز ما له ذكاة بو وصف زور برزانة كفعلا هل لائقة بقرآن بيروز ابن عادل ضلي كاتكوا الله تعالى بياني كر كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم راس دكا لبيغمبرات يكي
وهروها چەندین معجزات خوای گەورە پێی بەخشێکەوە بەڵگەن لەسەر پێغەمبەرایەتەکەی وەکو لە ئاەتکان پێشووتریش ئیشارەت پێدا ما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ئەو قورئانی هەندێک نییە کەسێک ئیدعا بکە بەخۆی داینابێ لە توانای کەسێک دانێ ئەو بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا لەلایەن خوای گەورەوە و محەممەد المستەفا صلی الله علیه وسلم پێغەمبەری خوایە. ئیتر لێرەدا وەصفی قورئانی پیرۆز دەکا بە 4 صفەت. یەکەمیان مەوعیظەیە ئامۆژگاریە، دووەمیان شیفایە لە بۆ ئەو دڵی کە لەناو سینگەکانە، سێمیان هیدایەت و ڕێنمونیە، چارەمیان ڕەحمەتە وەکو خوای گەورە لە ئاەتکەدا باسی دەکات. لا تفسير سعد دڵێ خوای گەورە سبحانه وتعالى لو آتدا بو شێوە دەفەرمی مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم، تا وەکو هانی خەڵکی بدە کەڕوو لەو کتابە پیرۆزە بکە بەوەی کەوە وەصفی دەکا بەو وەصفانەی کەوە زۆر بەندەکان پێویستیان بەو قورئانەی هەیە کەوە خاوەنی ئەو صفاتانەیە. يا أيها الناس أي خەڵچینە قد جاءتكم موعظة من ربكم لەلایەن پەروەردگارتانەوە موعظەتان لە بۆ هاتیە. موعظە دیارە لە وعظ هاتیە، وعظ بە معنای تەخویف دێ، ئەو زەجر مقتەرن بتەخویف سەرزەنشکردنێک کەوە تەخویف و ترساندنی تێدا، وتەذکیر بالخەیر و هەروها بەبیرهێنانەوەی خەیرە، وما يرق له القلب ئەو شتانەی تێدا کەوا دڵی پێنەرم دەبێتەوە. کەواتە قد جاءتكم موعظة من ربكم وەکو لە تەفسیر محەڕێ دەڵێ أي تزكية، ولا تفسير قاسمي دەڵێ أي تزكية لنفوسكم بالوعد والوعيد. کەواتە ئەو قورئانە هاتیە مەوعیظێ، واتە تەزکیەتان دەکات، نەفستان پاک دەکاتەوە بە وعد و وعیدەکان، بە ئینذار و بە ترساندن و هەروە بە مزجێنیەکان، وهروە والزجر عن الذنوب المورطة في العقاب، دەتان ترسێنی لەو گوناه و تاوانانەی کەوا سزای بەدوادا دێ هانتان دەدا لە بۆ ئەو کار و کردەوانەی کەوا پاداشتی لەسەر دەدرێتەوە. لە تەفسیری سعد دەڵێ ئەی تەعیظکم وتونذرکم، کەواتە ئامۆژگاریتان دەکات، دەتان ترسێنی لەو کار و کردەوانەی کەوا دەبیتە مای ئەوەی کەوا ئەڵڵا تەعالا لێتان تووڕەبی، کە دەبیتە مای ئەوەی کەوا عیقاب و سزاتان بێتە سەری، ئیتر ئاگادارتان دەکاتەوە وەی ئەو گوناه و تاوانانە ئاسار و نەتیجەکانی چەندە خراپە خۆتان لێ بپارێزن. لە تەفسیر محەڕەر دەڵێ ئەیا ئەیها الناس قد أتاكم قرآن يأمركم ويزجركم، أي خەڵچینە قورئانێکتان لێ هاتیە فەرمانتان پێ دەکا و هەروە زەزرتان دەکا، ئاگادارتان دەکاتەوە لە شتانێک، ويرقق قلوبكم دڵەکانتان نەرم دەکاتەوە، وتصلح به أحوالكم و هەروە شتیواتان فێرکەکەوە حاڵتان پێچاک ببیتن. لە چێ هاتیە؟ منزل من عند ربكم، لەلایەن پەروەردگارتانەوە هاتیە. دیارە کاتێکەوە دەفەرمی من ربكم یا ناس قد جاءتكم موعظة من ربكم فيه التعرض لعنوان الربوبية. کەواتە ئەو قورئانە لە چێوە هاتیە؟ لەلایەن ئەو زاتەوە هاتی کە پەروەردگارین گۆیە. لەبەرچ لێرە زیاتر تەرکیز لەسەر پەروەردگارێتی دەکات، لەبەرەوە تەنبیهی تێدایە و ئاگادارکردنەوەیە بۆی کەوا مادام لەلایەن پەروەردگارتانەوە هاتیە ئەسڵ وایە ئەو پەڕی پابەند بن پێی. ئیتر بە شێوەیەک کە دەفەرمی لەلایەن پەروەردگارتان هاتیە دابتە مایە ئەوەی کەوا زیاتر بە عەظیمتر بێتە پێش چاومان، و تاوەکو کاتێکەوە لەلایەن پەروەردگارتان هاتیە کەواتە ئەڵڵا تەعالا دەوێت ئامۆژگاریمان بکا بەو قورئانە، هەندێ ئیمانی پێبین تەسلیمی بین لەبەر ئەوەی لەلایەن زاتێکەوە هاتێکەوە مالیکی ئەمری الناسە، لەلایەن زاتێکەوە هاتێکەوە هەموو ئوموری خەڵکی لەبەردەستی ئەو زاتێکەوە ومربيهم بفضله ورحمته وعلمه وحكمته، أو پەروەردگارێکەوە بەندەکانی خۆی پەروەردە کردیە بە فەضلی، بە ڕەحمەت و میهرەبانی، بە علمی، بە حکمەتی. وشفاء لما في الصدور وكل قاسم أي القلوب من أمراضها، وتشفاي أو دلانت داك لنا وسينجا لنا خوشي كان شفاي ددا نەخۆشی دڵ وەکو چی؟ وەکو شەک و نیفاق، وەکو غەل و خەش،
وەکو ئەمثالی ئەو نەخۆشیان کە ناو دڵ دروست دەبیتن، وەکو نیفاق، وەکو دووڕووی، وەکو غەش و وەکو شەک و گومان. قورآن هاتیە بەڕاستی ئەگەر بێت و بەتەوەت خۆت تەسلیم بکەی فعلا شفایە لە بۆ نەخۆشەکان ناو دڵ و دەروون. بەچی شفا دەدا؟ بتعليم الحقائق، حقائقەکانت لە بۆ ڕۆن دەکاتەوە، والحكم الموجبة لليقين، أو حكمتان فێ دەکەکەوە لە نەتیجەدا يقينت لۆ دروست ببی، وتصفيتها بقبول المعارف والتنور بنور التوحيد. هاتی ئەو دڵی تەصفیە بکە، پاچی بکاتەوە کە پاک بۆوە قابل بی لە بۆی کەوا معریفەتەکان وەربگری و ڕووناچی کردیتەوە بەچی؟ بە نووری تەوحید و یەکتاپەرستی. ئیتر دیارە زانایان زیاتریش باز لە قورئانی پیرۆز دەکەن و یاخود لە تەفسیری ئەو ئاەتێکەوە بریتە لە وەسفی قورئانی پیرۆز، بەڵام لەبەرتەوا بوون کات دەوەستین بە پشتیوانی الله تعالى لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.